هذه النسبة ونسبة التضخم، هل باعتقادك تنتظر المغاربة سنة صعبة؟ نسبة التضخم أو نسبة الأسعار في المغرب؟ ارتفاع لمستويات قياسية من التضخم في شهر ديسمبر الماضي بالنسبة للمغرب. توقع عودة التضخم. التضخم نتحدث عن نسبة التضخم. نسبة التضخم بوم بام باب بارا باب بوم باو. What? Bro, what are you talking about, man? هاد الفيديو تعليمي 100%. حلوا ودنيكم وركزوا بعقلكم واحتفظوا بالفيديو حيت لابد ما غادي ترجعوا ليه. هاد المحتوى للناس المثقفين معلم، غادي نطلعوا شويه في النيفو وكنوعدكم غادي تخرجوا فاهمين، بشرط كملوا الفيديو حيت داكشي مرتبط مع بعضه. على بركه الله ارى برع. العافيه سهله، العافيه سهله، ما عمرو كان هذا الغلاء. حتى حد ما كينكرش بان هناك ارتفاعات في الاسعار. حتى واحد من المسؤولين ما قال بانه الاسعار ماشي مرتفعه، اسعار مرتفعه. وامي راسي اش هاد الغلاء وصلنا ليه؟ راه التضخم صديقي. كيفاش التضخم؟ شي حد زعما غليظ مضخم؟ ولا ماشي هكذاك. انا براسي ما كنتش كنفهم هاد التضخم حيت جاني مركب ومعقد شويه. هادشي اللي خلاني نحاول نبسطو لكم باش نفهموه كاملين. وشي عوض الخير وابوني للقناه. تيقول لك ان التضخم وتعريفه هو الارتفاع المستمر والملموس في المستوى العام للاسعار في الدوله. ديما تتلقى الاثمنه غير غاده وكترتفع، ما تتنزلش وما تتوقفش، وهذا تنقولوا ليه التضخم ابن عمي. الاثمنه غير غاده وكترتفع. وليدي تقارنا كلشي غالي، كلشي غالي يا وليدي، كلشي غلا، طاطا غاليه، كلشي غلا، كلشي غلا. هذا التعريف بالخصوص غادي تلقاه كيطبق في اي دوله حيت التعريف عام وشامل، والمغرب بلادي غادي ناخذوه نموذج. الا بغيتي تعرف التضخم عندك في بلادك كاين جوج شروط لا ثالث لهما. خفا زربا. الاول ان ارتفاع الاسعار تيكون في جميع الخدمات والسلع، مثلا الخضر، الزيت، الطحين، الفواكه، والعافيه الشياطه. فيما حطيتي يديك تحركك بغلاء الاثمنه. انت تشوف الاسعار لا هي بالاسعار مرتفع جدا جدا، مثلا في الخضروات والفواكه وفي مواد عديده في المحروقات بشكل غير مسبوق. معطيشه 25,000 فرنك، 10 دراهم مواطن راه ما يتقبلها. راه 260. مثلا هاد الحبه ديال البطاطا خديتها من عند الام ديالي، غادي تشوف الفيديو غادي تقول لي ديتيها بلا ما تعلمني. خوتي سمحوا لي راه غلاء الاسعار. اللهم تخدر بالتفاح والبنان وما تخدرش بالبطاطا. كانت تساوي هذه مده 2 دراهم، درهمين لا غير، ولا 3 دراهم او بزاف 4 5 دراهم، ولا وما يمكنش. وما بغيتوناش ناكلوا بطاطا، راه خضره الفقير والضعيف. ما بغيتيش تسكت ياك 12 درهم. هذا سميتو التضخم. هكذا كيتكلم معك وهكذا كيتعامل معك. طالما يعني طالما قول السؤال تاني. بغيتو تعرفوا الشرط الثاني ياك؟ الشرط الثاني تيكون ارتفاع الاسعار ملموس وواضح وكيستمر لفتره طويله. على سبيل المثال لا الحصر، هاد الريحه اللي بين يديا ثمنها كنساوي 15 16 درهم في السوق، في فتره وجيزه وفتره قصيره وصل ثمنها ل 25 درهم. هادي وصل 25 درهم ثمنها. اواه فارق الزياده وصل 8 9 ديال الدراهم. كنا فتره وجيزه. اذا قلنا ان الشرط الثاني باش يتحقق التضخم وتقول ان بلادك فيها تضخم هو ارتفاع ملموس في الاسعار، بحال هذا المثال اللي شفناه دابا. اما الزياده اللي كتقل على نسبه 5% راه تعتبر زياده عاديه، بحال درهم 2 دراهم، مره طالع الثمن مره نازل. هادشي ما كيدخلش في التضخم. التضخم تيربحوا منه ناس وكيخسروا مجموعه من الناس. شكون اللي غادي يكونوا خاسرين في نظركم؟ الفقراء. ديما تتلقاهم تيشكيو وتيبكيو. الخضره البطاطا 300 معطيشها 1000 فرنك 160. فلفله 260 دنجال 260. ديك فلفله شوميشه ديك حمراء وسميتو ب 40 درهم. تشد 3000 درهم تيبقى لك 3000 درهم، كتشد 2500 تتبقى لك 2500، كتشد 1500 كتبقى لك 1500. وداك الاجر اللي كان تيدوز به الشهر ديالو وهو مرتاح نفسيا وماديا والعصافير تفرفيرو ما غاديش يبقى قادو، حيت الاثمنه ارتفعت في السوق ارتفاع صاروخي. وكما قلنا ما كتحبسش غادا وكترتفع. وتيولي يقول لك الفقير مهمتي جيبي عمر اليوم
وخوا غدا. ما عرفتش اخويا، انا بعدا ما قدرتش نشري، والله ما قدرت نشري، وحق الله تسوقت نهار الثلاث ما قدرتش نشري، وجيت اليوم ثاني ما قدرتش نشري، ولا غادي نرجع في حالتي بلاش، خايفين من الجوع، خايفين من المرض بزاف هادشي. اما المستثمرين والتجار راه كيشري بثمن وكيبيع لك بثمن اخر، اللي مسلكو هو واللي مربحو هو، اذا رابح رابح، وين هناك مضاربين يضاربون في هذه الاسعار وفي هذه المواد، للاسف كنا كنعرفوهم وكنشوفوهم مبينين وكيستغلوا يعني هذا الارتفاع. صافي اخويا السي محمد، شبعنا وفهمنا. ركزوا معايا، السبب الاول اللي كيخلي يبان عندنا في بلادنا وبلادكم التضخم، كاين 4 ديال الاسباب، واحد فيهم مهم وديما كتلقاه في القائمه، اللي هو التضخم العائد لحجم الطلب. التضخم العائد لحجم الطلب. ننزلوا للارض الواقع باش نفهموا. اللي جاتكم غاليه ما تشريوهاش، وما تشريو الا الحاجه اللي رخيصه، الله يرحم والدين. اللي جاتكم خاليه ما تشريوهاش. عندنا واحد العرف في ثقافتنا، شنو تيقول ان المغربي تياكل بعينيه، معنى ذلك ان الطابله ديال الاكل خاصها تكون عامره باش يعجبو الحال ويفرح. بحكم اننا بلد فلاحي والخضار بالانواع في السوق، تتكون غادي تجيب كيلو ديال البطاطا كتصدق جايب 2 ولا 3 كيلو. ورغم ارتفاع اثمنه الخضار حاليا، كاين اللي تيقول انه يشري بكميه كبيره حتى الى طلعت الاثمنه اكثر يكون هو استافد، وعنده واحد المخزون كبير في البيت ديالو، وما عارفش انه قد ما ارتفع نسبه حجم الطلب على المنتوجات وقد ما شرينا قد ما زاد الثمن ديالها. بالنسبه للقطنيه تشريو غير علاش قديتو، وعلاش قديتو ما ديوش داك الشيء وخليو للناس تا هما ما يشريو باش ما تغلاش. راه هذا الشيء اللي تتليموا عليه واحد تيهز 10 كيلو 3 كيلو ديال العداس الفول، راه ما غادي يتم هذاك الشيء، راه ما يتمش، وندي على قد جيبي. هاد التضخم راجع لياش؟ راجع لحجم الطلب. واش كاين شي حل ديال هاد التضخم والزياده في الاسعار اللي ما بغاش تسالي؟ الا بغينا نوقفوه وترجع المياه لمجاريها، خاصنا نرفعوا من سعر الفائده. شنو هي سعر الفائده ثاني؟ سعر الفائده بكل بساطه هي واحد النسبه ديال المال كتزاد عليك الا تسلفتي، واللي كيتحكم فيها هو البنك المركزي اللي هو بنك المغرب. ومن كترتفع الفائده حتى واحد ما تيبقى قادر يمشي يتسلف من البنك، وبالتالي غادي تمشي تكمش في دارك وما غتستهلك ما غتهلك. السنه اللي دازت خرج والي بنك المغرب وحدوا سعر الفائده في 1.5، معناتها الا مشيتي وتسلفتي راه هذه هي الزياده اللي غادي تزاد عليك. ورغم ذلك بقى الطلب مرتفع على الفلوس، وهي ترتفع ثاني ل3 في هذه السنه، معناتها ما غاديش تسلف حيت غادي تزاد عليك الدوبل وغادي تركن في بلاصتك، وهكذا السوق غادي تقل فيه الفلوس. نديروا لا قدر الله ما تحلش المشكل، شنو غادي يوقع؟ ما لقيتي ما تسول غير هذا السؤال، يا ربي السلام. في حالة بلادنا ما لقاوش شي حل لا قدر الله وما استطاعوش يتغلبوا على هذه الازمه، تيكون في هذه الحاله انهيار اقتصاد الدوله بالكامل، والاثمنه كترتفع والفلوس كطيح قيمتها، وتيولي خاصك شكاره ديال الفلوس اللي يا ربي تشري لك فقط خبزه من عند البقال. وهذا الشيء اللي وقع لخوتنا اللبنانيين. باتت الحقيبة رفيقة اللبنانيين في أيامهم، فالجيوب لم تعد تسع لكثرة الأموال النقدية الناجمة عن الانهيار المتواصل للعملة الوطنية. مع الأسف طاحت عندهم العملة ودخلوا في أزمة كبيرة وحادة وانهار اقتصادهم بحال اللي كتشوفوا دابا. 100 دولار مثلا تساوي اليوم 8 ملايين ليرة لبنانية بحسب سعر الصرف في السوق الموازية. إذا بدي أطبخ يمكن أطبخ طبخة عادي أنا وجوزي، دجاج لحمة ما في، مش مستحيل لأنه ما فينا نجيب. حتى سجل لبنان وفق البنك الدولي ثاني أعلى نسبة تضخم في أسعار الغذاء حول العالم. ما في لحم، ما بناكل لحم، نشكر الله. بدل 3 وجبات يمكن بيحصلوا فقط وجبة، وفي بعض الأسر لا يستطيعون الحصول على وجبة واحدة. الله يرفع من شأنهم ويرفع من شأن المسلمين كاملين يا ربي. إن شاء الله ما غاديش نوصلوا لهذا الشيء، ومتأكد أن غادي تخرج بلادنا من هذه الأزمة وكل شيء غادي يرجع لبلاصتو، وهذا امتحان وكندوزو منه. إلا تفضلتوا تخليوا لنا واحد جيم للفيديو وابوني للقناة دعما لنا. كنتم معي في قناتكم حكاية وعبرة، كنتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو. أحبكم في الله، سلام عليكم.